فخلينا نتكلم بقى على بمازي الاستاف، ازاي بتنقيه الاستاف بتاعك، الخبرات بتاعته. هو البنات اللي معايا امم. بيكونوا واخدين دورات تدريبيه، ودي اوكي. حاجه عادي طبيعي. اه. بس كمان هم لاعبين كره قدم، اوكي. فحاسين بالبنات اللي جايه هي قد ايه عندها طموح وعايزه توصل، مم. فبيساعدوهم، مش مجرد كباتن وينزلوا التمرينه ويطلعوا وخلاص، لا هم بيساعدوهم عشان يوصلوا فعلا اللي هم عايزينه. وهم الكباتن كمان يعني مجتهدين جدا، يعني بيحاولوا ياخدوا دورات جوه مصر وبره مصر علشان يوفروا للعيبه احسن مستوى يقدروا يوصلوا له. وكمان عرفت منك ان في برضو ناس متخصصه للجانب النفسي، ودوت كمان بيأثر على الاطفال وكده. فكان في ستوري كده انت حكيتها لي، دي حابه اعرفها منك حقيقه. برضو. يعني عندنا بنت اه. اسمها هاجر. اوكي. هي كيوت قوي وعسوله كده. اه. بس كانت انطوائيه شويه، ما اوكي. كانتش اللي هي بتيجي التمرين تفضل بس كده مش بتتكلم مع حد. مم. فدلوقتي لسه من كام تمرينه كده كان عندنا بنت تعبانه، اه. فلقيت هاجر رايحه لها. بنت ديت لسه جديده، لقيت اه. هاجر رايحه لها، طب انت عامله ايه دلوقتي؟ طب كويسه؟ طب طمنيني عليكي وبتاع. فقلت لها ايه يا هاجر ده ما شاء الله بقيتي عسوله خالص وتتكلمي واتبسطت اه. بصراحه يعني. وده بسبب طبعا الجانب النفسي. النفسي في الأكاديمية إليت.